تعال نشوف ازاي تستفيد من البيج اللي فيها الاكونت اللي انت مهتم بيه او الشركه اللي انت مهتم بيها، سواء انت عامل سيف للشركه ديت او هتجيبها من السيرش هنا. نفترض مثلا ان انت مهتم بالشركه ديت وعايز تتابع كل الاخبار بتاعتهم وتشوف وصل لايه وهكذا. هيجيب لك عدد الموظفين، هيجيب لك هو شايف في كام واحد صانع القرار بناء على المعلومات اللي انت حاططها في السيتنجز اللي هي البريفرنسز اللي احنا حاطيناها سوا. بيجيب لك كمان لو في حد صديق مشترك بينك وبينهم او حد عندك على لينكدين يقدر يوصلك لحد فيهم. وهنا هتلاقي كل الاخبار اللي ليها علاقه بالشركه، زي مثلا عينوا مين، فتحوا جوب لمين، مثلا طلعوا في الجرايد او حاجه زي كده. وهنا بيجيب لك كل الناس الليدز اللي مرشحها ليك لينكدين او السيلز نافيجيتور بناء على الكلام اللي انت كتبته في السيتنجز في البريفرنسز. وكمان مقسمهم لك صفوف او طبقات، تير 1 تير 2 وهكذا. يعني الصف دوت كده تير 1، ده تير 2 وهكذا. معلومات تانية هنا هتلاقيها عن الشركة، زي مثلا عدد الناس اللي في الشركة الموظفين، توزيعهم وادوارهم. بعد كده لو هو مثلا بيعين ناس جديدة، الريت او المعدل دوت اخباره ايه. لو مثلا في اوبننج دلوقتي وفي توظيف، ايه الادوار اللي هم بيدوروا عليها وهكذا. وهنا الصفحات اللي الناس برضو بتبص عليها، وكمان الاخبار زي ما اتفقنا والملاحظات بتاعه سيلز نافيجيتور عن الاخبار ديت. زي مثلا هو بيقول لك هنا ايه، ان التوظيف زاد جدا خلال اخر 3 شهور، معناه ان هم بيحضروا لنمو معين وهكذا. فهنا من السيلز نافيجيتور تقدر تختار الايكونز ديت تديك معلومات بالتفصيل عن كل شركة.